بيبدأ مسلسلنا لما تانسو اللي كانت جزء من فرقة ايدول نسائية حققت شهرة كبيرة. كان واضح ان التلات بنات هيفضلوا يتألقوا على المسرح لغاية ما يكبروا، لكن في يوم تانسو لقت نفسها في قلب فضيحة بسبب شائعات على النت بتقول إنها بتوعد راقص اسمه يان جي. تانسو اتضايقت جدا من الشائعات دي، وده خلاها تزيد في الوزن وسابت المسرح لمدة 3 سنين من غير ما تقول لحد. من وقتها تانسو غيرت حياتها تماما وابتدت من جديد، وبقت بتكسب 5 ين جديدة في كل طلبية. دلوقتي هي بتشتغل كدليفري وبتحلم إنها تسرق حاجات من يان جي. بعد ما فشلت إنها تقابل زبون غني ووقعت الطلبية على الأرض بالخطأ، قررت إنها تاكل الطلبية دي كلها علشان تعوض الإحراج قدام رئيس شركة وونغ فو للترفيه. بعد ما أكلت، الراجل سامحها وعرض عليها إنها تنظف له بيته لمدة ساعتين ب100 ين جديدة. وهي بتنظف لاحظت إن وونغ فو معجب بزميلتها القديمة في الفرقة مونج مونج وإنه بيكرهها هي. وهنا بتكتشف إن الراجل معرفهاش وهي سمينة، وعلشان ما يعرفها حاولت تهرب لكنها كسرت فازة غالية بالخطأ. تانسو وعدت إنها تصلح الفازة وخدت القطع علشان تصلحها أو تشتري واحدة جديدة، لكن لما راحت للمحل قالولها إن الفازة غالية جدا ومش ممكن تشتريها، والصانع رفض يلزقها. حاولت تانسو كل حاجة علشان تصلح الفازة، الفلوس اللي فاضلة معاها مش كافية علشان تدفع الإيجار. ولما رجعت تانسو لبيت وونغ فو في اليوم اللي بعده، اكتشفت إنها هتضطر تشتغل كعامل ديليفري لمدة 8 سنين علشان تغطي تكاليف الفازة. بس الراجل عرض عليها فرصة إنها تبقى مدبرة بيته وتكسب 3 مرات أكتر، فتانسو وافقت ووقعت العقد علشان شافت إنها دي أحسن فرصة ليها. احترمت قواعد البيت وخلصت مهام وونغ فو مهما كانت صعبة. في اليوم اللي بعده وونغ فو وتانسو شاهدوا على التلفزيون مونج مونج ويان جي، واللي باين عليهم حبهم لبعض، وكان ده إعلان عن حب المغنية ومدير أعمالها لبعض وعن إعلان علاقة جديدة بينهم. العلاقة دي استفزت وونغ فو. تانسو اللي كانت قريبة من يان جي لكنها اضطرت تهرب بسبب الفضيحة، دلوقتي بتتجنب مشاهدة التلفزيون وبتحاول إنها تطفيه، لكن وونغ فو بيعترض واللي بيسيب توتر بينهم خلال لحظة رومانسية. الراجل بيراقب وش البنت وده بيخلي تانسو تخاف إنه يكتشف إنها المغنية اللي بيكرهها. في المساء تانسو بتجهز الأكل المفضل للرئيس والرئيس بيعجبه الأكل. تانسو بتروح للمحل علشان تشتري حاجات، لكن الحراس بيشكوا فيها وبيحاولوا يوقفوها، وهي بتفهمهم غلط وبتفتكر إنهم متنمرين وبتضربهم بالمقلة. بعديها بيجي وونغ فو بيدافع عنها وبيشيلها للبيت علشان التوت رجلها. فو بيحاول يظهر قوته لكن البنت كانت تقيلة جدا فاضطر يتحرك ببطء ووقع على الأرض. تانسو وقعت بالخطأ من فوق وجرحت ظهر الرئيس فخدته للسرير وهي حاسة بالذنب. تانسو بدأت تهتم بوونغ فو وفكرته بطفولته مع أهله. تانسو بدأت تقع في حب رئيسها رغم غلاسته وبتحلم إنها تبوسه، لكنها أدركت إن وونغ فو عمره ما هيحب واحدة سمينة. تانسو اللي قضت الليلة جنب سرير الراجل بقت خدمته. بسرعة تانسو قامت بغسل الرئيس بمساعدة الحراس وعرفت إنه مش ناوي يتجوز لأسباب مالية. وونغ فو عزم البنت على مكتبه ووعدها إنها قريب هتبقى مساعدته. وهنا بنشوف شيا واللي هي العضوة الثالثة في الفرقة. تانسو بتكون خايفة إنها تفضحها. تانسو لاحظت إن وونغ فو عنده مشكلة في الذاكرة علشان كده معرفهاش. شيا بتعرف تانسو علشان كانوا بيغنوا مع بعض وكانوا أصدقاء مقربين. شيا عارفة إن تانسو اتظلمت واتضررت من الإشاعات، لكن مش معاها دليل علشان تستعيد سمعة صاحبتها. شيا بتعرض على المدير إنها تشتري عبودية وونغ فو، لكن تانسو فضلت تبقى غير معروفة لباقي النجوم. شيا بتقع في حب سكرتير وونغ فو، وبينما فو بيركز على مدبرة البيت شيا بتعاكس تشي. بعد كده تشي وشيا بياخدوا نزهة وهما متحمسين لبعض. تانسو بتشوف يان جي في استوديو التسجيل، ويان جي بيلاحظ اسورة تانسو على الست التخينة. بيطلب تفسير لكن وونغ فو بيدافع عنها وبيقوله إن مدبرة المنزل معجبة بتانسو اللي هو بيكرهها. الراجل بيرمي الأسورة وده بيعمل خناقة والبنت بتفضل تدور على الأسورة. وونغ فو بيحس بالذنب وبيقرر يساعدها. تاني يوم يانجي الراقص طلب مقابلة شخصية مع مدبرة البيت علشان بيعتقد إنها بتعرف مكان تانسو، لكن تانسو ومديرها رفضوا. وونغ فو بيعتذر عن رمي أسورة تانسو وبيجيب لها واحدة جديدة وده بيلمس قلبها بعمق. الاتنين بيروحوا لمكتب الشركة وهناك تانسو بتقابل زميلتها القديمة في المسرح مان مان. تانسو كانت قلقانة إن البنت هتعرفها كصديقة سابقة،
لكن لحسن الحظ ده ما حصلش. تشي اكتشف إن مدبرة المنزل التخينة والمغنية المشهورة تانسو هما نفس الشخص، لكن شيا بتطلب منه إنه يحافظ على السر ده. مانج مانج كانت محتاجة مساعدة، ووانغ فو بيقنع تانسو إنها تساعدها، لكن تانسو بتوافق على شرط إنها تلبس قناع علشان يخفي وشها. لما مانج مانج بتحسس من منتج مسبب للحساسية، وانغ فو بيتدخل وبيساعدها. تانسو بتدرك إن رئيسها عمره ما هيحبها زي ما هي بعد ما عرفت إن مانج مانج اتنقلت للمستشفى بسبب حساسية من الفول السوداني. مانج مانج بتعتبر مدبرة المنزل إنها واحدة خاينة وبتطلب اعتذار علني منها، لكن وانغ فو ما بيصدقش إن تانسو مذنبة. الراجل بيعمل تحقيق بنفسه وبيكتشف إن في علبة فيها فول سوداني في الزبالة، وبعد مراجعة لقطات الفيديو بيبان إن تانسو بريئة علشان الأكل المسبب للحساسية مساعدة مانج مانج هي اللي اشترته، والبنت كانت عارفة عن حساسيتها. وبعد كده مانج مانج بتخدع تانسو وبتقابلها وبتقول لها إنها عرفتها من البداية وعملت كل حاجة تقدر عليها علشان تخرب حياتها. من 3 سنين مانج مانج كانت غيورة من شهرة تانسو وحاولت تضر بسمعتها. تانسو بتضربها على وشها، ووانغ فو بيشوف كل حاجة وبيطلب منها إنها تعتذر لمدبرة المنزل بتاعته، وبعديها هو وتانسو بياخدوا مشروب والراجل بيعترف بمشاعره لمدبرة المنزل. تانسو كانت عاوزة تقول اسمها الحقيقي لكنها بتنام قبل ما تقول الحقيقة. وانغ فو بيبوس البنت وبيكتشف إنه أخيرا وقع في حبها. بعديها لما يفوق بيلاحظ إن مدبرة المنزل اختفت، وبيلاقي رسالة وداع من تانسو وعد إنها هترجع بعد 3 شهور. وانغ فو بيغير نمط حياته وبيتخلص من بعض الحاجات علشان المغنية ما بقتش الآيدل بتاعه. مساعده بيحاول إنه يساعد رئيسه عن طريق توظيف مدبرة بيت تانية، لكن وانغ فو بس محتاج تانسو. بعدين بيتخانق مع يانجي وبيطرده، ولما يرجع البيت بينظم حفلة صاخبة علشان يلهي نفسه عن تانسو، لكنه بيفقد السيطرة وكل الناس بتسيبه. وانغ فو بيدرك إن البنت هربت علشان تخس، وبيقرر ما يمنعهاش من تطوير ثقتها بنفسها. بعد 3 شهور الراجل بيخطط لمفاجأة تانسو مع عشاء بالونات وورود، لكنها ما بتظهرش. شركة وانغ فو بتحتفل بعيد ميلادها مع حفلة تنكرية. الصحفيين بيواجهوه بخصوص المشكلة مع مانج مانج، لكنه بيفضل صامت. خلال الحفلة بيلاحظ بنت غامضة بفستان أحمر وبيعرف إنها تانسو. وانغ فو بيعرض عليها إنها تشتغل خادمة وبيطلب منها ترقص معاه. بعدين تانسو بتشوف مانج مانج وحديثهم بينتهي بخلاف. وانغ فو بيسمع جزء من المحادثة وبيعتقد إن البنت بتستخدمه علشان ترجع شهرتها. مانج بتعمل فضيحة كبيرة وبتقول إنها حاولت تسممها، لكن وانغ فو بيقدم دليل وبيفضحها وبيدمر مسيرتها المهنية. تانسو بتكون مختفية وراء قناع، ووانغ فو بينقذ البنت من مجموعة من الصحفيين، وبعديها بيقرر إنه يمسك تانسو بالقوة وبيقول لها إنها استغلته، لكنها بتضربه وبتهرب، وهو بيندم على اللي عمله وبيدرك إنه أذاها. بعديها شيا بتطمنه إن تانسو بنت كويسة وإن عمرها ما هتستغله. رغم محاولاته للاعتذار بيتبعها وبيقابل يانجي واللي بيغير منه جدا، علشان كده وانغ فو بيلكمه في وشه وبيطلب من تانسو إنها ترافقه، لكن البنت بترفض. في الوقت ده يانجي بيكتشف إن مانج مانج حاولت تنتحر علشان تستغله، وده بيخليه عاوز ينهي العلاقة. تانسو كانت بتحاول تقبض على حرامي لكنه بيرش في عينيها جاز. وانغ فو بيقبض على الحرامي وبيودي البنت للمستشفى، وهناك بيكتشف إنها ممكن تفقد بصرها. وانغ فو كان حاسس بالذنب وبيطلب من الممرضة إنها تسجله كمساعد تمريض لمدة 24 ساعة، ورغم محاولاته إنه يغير صوته تانسو بتعرف وانغ فو وبتقرر تخليه يعتني بيها. وانغ فو بيبقى عبد للبنت وبيلبي كل طلباتها، وبتدرك إنه بيعاملها بمحبة، وهي بتعترف بخطأها بعدم إخبار الحقيقة. في المساء يانجي بيزور البنت في المستشفى علشان يعاكسها وبيخلص من والد المنافس بتاعه. لما سمعت يانجي البنت بتخمن إن هو اللي كان جنبها طول الوقت. وانغ فو بيلاحظ استمرار يانجي في معاكسته للبنت وبيقرر إنه ما يتدخلش في سعادتها. البنت بتخرج من المستشفى بعد ما رجع لها بصرها وبعد ما بقت كويسة، لكنها بترفض يانجي وبتقول إن علاقتهم ممكن تكون علاقة صداقة. مانج مانج بتضطر إنها تعتذر علنيا لتانسو وتقول إنها ضحية بريئة. تانسو ما بتصدقهاش لكن بتحارب علشان ساعدتها. بعد ما قابلت المخرج لو، البنت قررت ترجع للمسرح ووافقت على أي شروط مالية. بعد كام أسبوع
تانسو بتاخد دور صغير في فيلم. وانغ فو بيحاول يتكلم معاها، لكن محاولتهم للاتفاق بتتحول لخناقة. مانج مانج بتحاول تتصاحب مع تانسو تاني، لكن البنت بترفضها علشان مش واثقة فيها، علشان خانتها قبل كده. أصدقاء مانج مانج والممثلين التانيين بيحاولوا يضايقوا تانسو، لكن وانغ فو بيخوفهم. لكن تانسو بتعتقد إن وانغ فو هو اللي كان بيخوفها، فبتضربه من غير قصد. تانسو بتأدي شغلها بضمير رغم إن رجلها بتوجعها جدا، وعلشان وانغ فو يفضل قريب منها بيمثل معاها دور مساعد. ولما بتطلب استراحة علشان ترتاح، تانسو بتعرف إنها كانت غلطانة، وإن وانغ فو هو اللي كان معاها طول الوقت في المستشفى زي ما كانت فاكرة في الأول. بتدور على الراجل وبتلاقيه في نفس المبنى، لكن الممثلين بيحبسوهم جوه. بعد ما وانغ فو وتانسو بيتصالحوا، الراجل بيبوسها لكنه بيلاحظ إنها عندها حرارة. بيحاول ياخدها المستشفى، لكن الباب كان مقفول. المساعد بيشوف الموقف وبيكسر القفل وبيخليهم يروحوا على المستشفى. تاني يوم الممثلين بيعتذروا عن تصرفاتهم، وشيا بتطلب من وانغ فو إنه يكون أكتر صدق مع تانسو. وانغ فو بيعبر عن رغبته في مواعدة البنت، لكنها بترفضه. رغم كده بيستمر في معاكستها وتقديم هدايا، وبيقدم لها سواق وعربية خاصة. وانغ فو كمان بيعرض عليها تبقى الممثلة الرئيسية في شركته، لكن البنت بترفض تحقق النجاح من غير مساعدته. في الليل تانسو بتقابل يانجي علشان يحلوا مشكلتهم السابقة، ولما بترجع البيت بتكتشف إنها فقدت الأسورة اللي وانغ فو كان مديها لها في ملعب الباسكت. وانغ فو بيدور على تانسو وبيقابل يانجي، وبيؤدي ده لصراع وخناقة. الرجالة بيتصالحوا وبيبدأوا يدوروا على البنت اللي ضاعت. تانسو بتدور على الأسورة الضايعة في الاستوديو، لكنها ما بتلاقيهاش، والحارس بيقفل عليها من غير ما يعرف إنها جوه. لما الرجالة بيلاقوها، وانغ فو بيصر إنه يروح الناحية التانية علشان يبقى معاها، لكن وهو بيتسلق السور بيغمى عليه بسبب إصابة في راسه. تانسو بتنفجر في البكاء في المستشفى علشان بتعتقد إن جوزها مات، لكن بعديها بتعرف إنه لسه عايش. يانجي بيبطل يتدخل في علاقة تانسو بعد ما عرف بسعادتها مع وانغ فو. بعديها تانسو بتلاحظ إن وزنها بدأ يزيد، علشان كده بتتخلص من وجباتها. وانغ فو بيعزمها على مطعم علشان يتغدوا، لكنها بترفض تاكل علشان خايفة من إنها تزيد في الوزن تاني. تانسو بتدعي لأداء في المدينة المفتوحة هي ومانج مانج، وإنهم لازم يغنوا أغنية المغرورة لمانج مانج. تانسو بتغادر لما الجمهور ما بيشجعهاش، وبعديها بتجمع جمهور مؤيد على المسرح، بينما مانج مانج بتحاول تتجادل معاها وتدعي إنها ضحية الخناقة. يانجي ما بيصدقش كلام مانج مانج، ووانغ فو بيشيل البنت وبيوصلها البيت، لكن صاحب البيت بيقول لها إن البيت اتباع. وانغ فو بيكون هو اللي اشترى البيت، لكنه ما بيقولهاش علشان تيجي تعيش معاه. بعد ما البنات عرفوا إن الرجالة راحوا المنتجع خارج المدينة، البنات بيجهزوا مفاجأة رومانسية لتشي. في الوقت ده وانغ فو بيقابل مرات المنتج وبيقول الحقيقة عن الإشاعات من 3 سنين، وبيبرر تانسو قدام الجمهور. في الليل تانسو ووانغ فو بيعترفوا بحبهم لبعض وبيروحوا لأوضتهم وبيقربوا من بعض، لكن الجو الرومانسي بيتدمر بسبب شيا، واللي اتصلت وقالت لهم إن والدتها في المستشفى. الأم بتحس إنها تعبانة وبتطلب من بنتها تدور على جوز غني، ولما شيا بتقول إنها مرتبطة بالمساعد بتاعها بيبان إن والدتها سليمة وكانت بتحاول تخلي بنتها تتجوز. شيا بتبقى حزينة وبتروح بيت وانغ فو مع صديقتها تانسو. بعديها المخرج لو بيعرض إعادة تشكيل الفريق الغنائي للبنات، لكنهم بيرفضوا. تانسو بتشتري شنطة، لكن في وقت الحساب بتكتشف إن أمها وقفت حساباتها البنكية كلها. أمها بعديها بتيجي البيت وانغ فو علشان تاخد بنتها للبيت، لكن البنت بترفض تطيعها وبترفض إنها تبقى مع راجل ما بتحبوش، واللي هو الراجل اللي والدتها اختارته، وبعديها بتجري بعيد. تانسو بتكتشف إن وانغ فو روج ليها كممثلة، وده بيؤدي لصراع بين الاتنين. المنتج اللي اتورط في الفضيحة من 3 سنين بيكشف الحقيقة عن تاريخ تانسو وبيعيد صورتها بشكل كامل. تانسو وشيا بيكتشفوا رغبتهم في العودة للظهور على المسرح الكبير، بيروحوا للمخرج لو وبيعلنوا إعادة تشكيل الفريق الغنائي سويت جيرلز. وخلال أول مقابلة تانسو سألت أسئلة محرجة، لكنها اتعاملت مع الموقف كويس. تانسو بتكون مش عاوزة تعرف الناس إنها بتحب الراعي للمسلسل واللي هو وانغ فو، علشان خايفة الناس إنها تفهم إن علاقتهم مادية. تانسو بتعرض على وانغ فو إنهم يروحوا السينما، لكن المعجبين بيعرفوهم،
فبيضطروا إنهم يجروا من السينما. وخلال الفيلم تانسو بتوضح للين إنهم زملاء في الشغل وأصحاب، لكن وونغ فو لسه بيغير وبيتمنى إن كل الناس يعرفوا عن علاقتهم. بعد كام يوم تانسو بتكتشف إن والدة وونغ فو جاية تزورهم. تانسو بتبقى خايفة تشوف الست الصارمة، علشان كده هي وصاحبتها بيحاولوا يهربوا، لكن بيكون الوقت فات. والدة فو ست صعبة بتتشاجر مع ابنها وبتخلع أسورة تانسو بسبب تشابه الشخصيات. تانسو بتحاول تصالح الأم والابن عن طريق خداعهم لمقابلة، لكن وونغ فو والأم بيعلقوا في الأسانسير وبيفتكروا والده المتوفي. وونغ فو اللي بيحب تانسو بجد بيدي تانسو نفس الأسورة زي اللي كان عند والد الأم. بعدين الأم والابن بيتفرجوا على فيديوهات قديمة بتفكرهم بذكريات جميلة. بعديها والدة وونغ فو بترجع أسورة تانسو، لكنها لسه مش راضية عن البنت وعلاقتها بابنها. تاني يوم الصبح وونغ فو بيستلم صورة لتانسو وهي بتحضن راجل تاني خلال اجتماع عمل. حديثهم بينتهي بخناقة، ووونغ فو بيطبخ لتانسو عشاء وبيعتذر على تصرفه السريع. بعدين المخرج لو وشريكه في العمل مايك بيقابلوا شيا وبيحاولوا انهم يعتدوا عليها. تانسو بتدور على صاحبتها وبتبعت موقعها لوونغ فو. المخرج لو بيحاول ياخدها بالقوة، لكن وونغ فو بيحميها وبيضربه. الصبح لو بيبتز الحبيبين وبيكشف انه بيعمل كده علشان مايك عاوز عقد لبناء بيوت مع وونغ فو. والدة فو الصارمة بتحتجزه، وده بيؤدي لتغطية إعلامية سلبية. ابن عمه بمساعدة المستثمرين بينجح في التفاوض على الصفقة. تانسو اللي حاسة بالسوء على مدار 24 ساعة بتخلع الأسورة وبتحزم حاجتها قبل ما تسيب بيت وونغ فو. باستخدام تليفونه وونغ فو بيتم إخداعه للخروج في موعد في فندق، وبعد ما بيتخدر بحبوب منومة مانج مانج بتحاول تستغل الموقف، لكن وونغ فو بيقاوم وبيربطها وبيهرب. تانسو بتعرف عن موعدهم وبتروح تدور عليه، لكنها بتكون واثقة من وونغ فو وأمانته ليها. المخرج لو بيوافق إنه يتخلص من عقد الشغل مع تانسو، لكن بشرط إنه ياخد شركة وونغ فو، ووونغ فو بيوافق علشان بيحب تانسو ومستعد يعمل أي حاجة عشانها. بيعرض عليها تفتح شركة مشتركة وبيطلب منها ما تسيبهوش. في الوقت ده مانج مانج بتستعد للتسوية وبتكون قلقانة على جدتها المريضة من غير ما تعرف إن المساعد كاناف بيخطط من وراها. مايك بيستخدم فيديو لوونغ فو وهو بيربط مانج مانج علشان يضغط على المساهمين لطرده من الشركة. تانسو بتكلم حبيبها تانغ فو لكنه ما بيردش. بتفترض انه انتحر علشان كان بينظف بيتها القديم. قصر وونغ فو بيكون ملك للشركة، فبيضطر انه ينتقل لبيت تانسو واللي اشتراه مؤخرا. الحبيبين بيضطروا يعيشوا حياة فقيرة. وونغ فو بيكتئب وبيرفض يسيب الكنبة. تانسو بتاخد دور في فيلم وشيا بتكون بتشتغل في منطقة تانية، وبعديها المعجبين بيشجعوا تانسو وبتبقى وجه مجلة موضة على الغلاف. تانسو بتروح رحلة عمل لمدة 3 أيام، ووالدة وونغ فو بتعرض عليه يرجع للشغل لو ساب حبيبته. تانسو بترجع البيت وبتشوف العقد اللي أمه سابته، لكن وونغ فو بيكنسل العقد وبيفهم إن الحب أثمن من الفلوس. بعديها بيخرج وبيتصور مع البنت، والصور بتنتشر بشكل واسع في الجرايد والمجلات. في الوقت ده والدة وونغ فو والآخرين بيكملوا يدوروا على مانج مانج واللي اختفت من غير أثر. وونغ فو بيتغلب على حزنه وبيسعى للعمل علشان عاوز يتجوز تانسو. رغم نجاح وونغ فو بالمقابلة، الراجل ما تعينش في الشركة بسبب عدم قدرته على خلق بيئة عمل مناسبة. تانسو بمساعدة والدة وونغ فو بتعثر على مانج مانج وبتكتشف إن الفيديو نشر عن طريق مساعدها. مانج مانج بتكون حزينة علشان جدتها توفت. بعديها وونغ فو وتانسو بيعملوا تحقيقهم الخاص وبيكتشفوا إن مايك مدين بمبلغ كبير من الفلوس، وده علشان كان بيحاول يفوز بالمناقصة الإنشائية في موقع خطر. المخرج لو بيستثمر كل فلوسه في البناء على أمل إنه يبقى غني. تانسو بتقترح على وونغ فو إنه يشتري بيت في الريف علشان يبدأوا حياة جديدة بصفحة جديدة. قبل المؤتمر الصحفي وونغ فو وجده بيكشفوا مايك اللي هدد سمعة الشركة. بيظهر إنه مجرم وممكن يواجه السجن. وونغ فو بيستعيد مكانه في شركة جده، وتانسو بتحاول تبيع البيت. وبعديها بتشاهد مقابلة وونغ فو وبتكتشف قد إيه كان مخبي حاجات. مدير شركة لو بيعرض يشتري الشركة ب$200,000 بدل 20 مليون. تانسو بتفهم إنها كانت جزء من خطة وونغ فو وبتكتشف إنه ما كانش فقير بجد. تانسو بتسيبه، وبعد كام شهر وونغ فو بيبدأ مشروع البناء تاني وبيبقى الرئيس التنفيذي للشركة. شيا وتشي بيقرروا يتجوزوا،
وبيجهزوا لفرحهم، وتانسو لسه ما سمحتش وونغ فو على خداعه ليها، بترفض وجوده وبتتجنب الحديث معاه. وونغ فو بيخطف تانسو على أمل الحصول على خاتم خطوبة، لكن بعد ما بترفض الراجل بيرجع على لوحة غسيل خشبية علشان يطلب المغفرة، لكن تانسو بترفضه تاني. وونغ فو بياخد تانسو لمحل فساتين زفاف لكنها برضه بترفض، وبعديها بفرح شيا وتشي كان بيخطط لفرح مفاجئ وبيعزم يانج جي ومانج مانج واللي كانت ندمانة جدا على الاحتفال. تانسو بتلقط بوكيه العروسة وبتشوف كرتون عامله وونغ فو علشانها. الراجل بيطلب ايدها لكنها بتدفعه في المية وبتعرض عليه يبقى جوزها. بعديها بيعترفوا بحبهم المتبادل وبيبقوا زوجين، والمسلسل بيخلص هنا. اتمنى يكون عجبكم واتمنى تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة. بحبكم قوي. باي باي.